يعمل فريق استكشاف النمل منذ 3 أيام على إيجاد مكان جديد لهم، فموسم الشتاء قد حل، وأصبحوا معرضين للغرق بين ليلة وضحاها. بحث النمل ذو الخطوط الحمراء عن مستعمرة بديلة لحمايتهم من الخطر، ولكن على المستعمرة أن تكون كبيرة جدا لتتسع للآلاف منهم، وأن تكون دافئة وجيدة التهوية وقريبة من مناطق جمع الطعام. أخذ منسوب ماء المطر يزداد شيئا فشيئا إلى أن وصل مخزن طعام المستعمرة. حبات السكر والذرة والأرز وفتات الخبز، كل شيء قد غرق. نادت شجرة الصنت على ملكة النمل وقالت: تعالوا تعالوا، عندي مكانا للمبيت وطعاما كثير يكفي الجميع. دعت ملكة النمل كل أفراد المستعمرة لعمل طوافات صغيرة ليعبروا بركة الماء وصولا إلى شجرة الصنت ليسكنوا في الأشواك التي في فروعها. أقام النمل حفلا للشاي مع العسل الموجود في شجرة الصنت، وفي أثناء تناول جموع النمل للعسل اللذيذ، حاول أحد الفيلة انتزاع فرع من شجرة الصنت، ولكنه ألقاها بسرعة وفر هاربا بعدما سمع تهديدات النمل بداخلها بقرصه قرصا مؤلما للغاية إذا لم يبتعد عنها. قدمت ملكة النمل الشكر لشجرة الصنت على دعوتها عائلة النمل للبقاء في الشجرة والحفاظ عليهم من الموت، وشكرت شجرة الصنت النمل بدورها على حماية فرعها من الكسر.